He's a Virgil van Dijk. السلام عليكم ويا مساء الفل عليكم، اخباركم ايه وعاملين ايه؟ وفيديو جديد هنتكلم فيه عن تجديد عقد فيرجيل فان دايك. وانا كنت اتكلمت من اسبوع على الكلام ده بعد تجديد عقد محمد صلاح، ودلوقتي الاعلان عن تجديد فيرجيل فان دايك، والاتنين هيتقاضوا حوالي 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع. ربنا يزيد الناس كلها عشان محدش يقول إن إحنا بنحسد ولا حاجة، ربنا يزيد الناس كلها. وطبعًا كده خلاص أرنولد خرج برّه الحسبة تمامًا، وإن هو خلاص في طريقه للانتقال لريال مدريد، ودي نقطة أنا هاتكلم عليها بعد شوية، ولكن خلّينا بس نركّز دلوقتي على فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح. الفريق اللي عنده أحسن مهاجم خلال الفترة اللي فاتت في الدوري الإنجليزي، وواحد من أحسن اللعيبة في العالم زي محمد صلاح، وواحد من أحسن المدافعين في العالم زي فيرجيل فان دايك، اللي بيقدر يبني عليهم بعد كده في السيزون اللي جاي إن هو يعمل التدعيمات بتاعته. أما بالنسبة لأرنولد فعندك كونر برادلي، أنا شايف إن كونر برادلي محتاج يتطور شوية فقط بس في الجزء الهجومي شوية، ولكن هو قوي جدًا دفاعيًا. ولو قدرت تجيب لاعب زي فريمبونج مثلًا من ليفركوزن، فأنت كده قدرت تغطي الناحية اليمين. وده يقول لنا إن ليفربول فكّر بعقلانية جدًا إن هو تمام خلاص أرنولد مش عايز يبقى موجود في النادي، وأنا مش هابقى على لاعب هو مش باقي على النادي، النادي اللي طلّعه، النادي اللي عمل نجوميته من الأكاديمية لحد ما خلّاه دلوقتي اسمه أرنولد. الجماهير اللي استحملته في وقت كبير جدًا كان عنده مشاكل دفاعية، وكان عنده أسلوب دفاعي بيكلّف النادي أهداف، وبيكلّف النادي أخطاء كبيرة في ماتشات كبيرة. وفي الآخر هو قرر يروح ريال مدريد. ومن هنا هانتقل إلى نقطة ريال مدريد، ولكن قبل ما انتقل لنقطة ريال مدريد علشان هاستفيض فيها في الكلام بعد شوية، أنا عايز بس أقول للناس اللي دايمًا بتتكلم على إن ريال مدريد هو أحسن نادي في الكون وأحسن نادي في العالم، والنادي اللي بيعمل كل حاجة، هو نادي للأسف، للأسف ما عندوش مبادئ وقِيَم لاحترام الأندية التانية. النقطة التانية تعليقًا على فوز أرسنال على ريال مدريد سواء في ملعب الإمارات أو ملعب السانتياغو، وتأهُّله المستحق إلى دور نُص نهائي في دوري الأبطال، وإقصاء ريال مدريد برّه البطولة. والكلام اللي بعد كده اللي الناس بتتكلم فيه إن من جماهير ريال مدريد إن على فكرة يا جماعة ريال مدريد كان دايس على وشّكم لسنين، فعادي يعني لمّا أخرج هو أنا قد كده كنت حارق دمكم، هو الناس بتكرهني، والكلام الأهبل اللي كان بيتقال ده من بعض جماهير ريال مدريد، مش كلها. الجماهير الواعية الفاهمة هتبقى عارفة إن الكلام ده طبيعي، وأي فريق ممكن يكسب وممكن يخسر والطبيعي جدًا، ولكن شغل التطبيل لإن ما فيش أحسن منّي وأنا اتظلمت وأنا أعتقد ريال مدريد آخر فريق المفروض يتكلم عنها فكرة الظلم أو الظلم التحكيمي أو الكلام ده كله. وأنا ما باحبش أروح للحتة دي كتير وأتكلم فيها عن التحكيم ومش عارف مين اللي اتجامل، لإن الكورة النهارده ممكن هتجاملك بكرة هتيجي عليك. رغم إن ريال مدريد ما حدش جه عليه، عشان لو الناس بتتكلم على ضربة جزاء بتاعة كيليان امبابي، هي فعلًا مش ضربة جزاء، وأنا قُلت الكلام ده في الفيديو اللي كان خاص بتحليل الماتش. ده هي مش ضربة جزاء، فأنت ما اتظلمتش ولا حاجة، أنت اللي مستواك سيء وزي الزفت، وما تحاولش تحوّر على نفسك، لإن لمّا تيجي تبُص على الإعلام بتاعك قبل الماتش أصلًا، كلّه بيتكلم كلام تافه، بيتكلموا كلام برّه الtactics وبرّه الكورة أصلًا. بيتكلم إن كارلو أنشيلوتي هيلبس البالطو الأسود اللي بيتفائل بيه في الماتشات الإقصائية، إن الملعب بتاع سانتياغو هيتقفل علشان خاطر دي من الطقوس والحاجات اللي لعيبة ريال مدريد بتتفائل بيها فبيعملوا الريمونتادا، إن إحنا هندخّل الألتراس بتاع ريال مدريد وهيقعدوا في المدرج مش عارف إيه، وهيعملوا التيفو بالمنظر كذا، وهُم يعملوا التيفو حاطين طاولة وفيها السيتي وفيها فرق تانية اللي بيعملوها إقصاء. إيه يا جدعان هو أنتم قاعدين على قهوة الفيشاوي؟ وحضرتك قاعد في الحسين فبتلعب دور طاولة ده؟ يعني ما فيش حاجة تتكلم فيها tactics ولا كلّه كلام على تفاؤل وتشاؤم، وبقت هي دي الأمور أو ده المنظومة اللي بتُدار بيها ريال مدريد في خلال السنين اللي فاتت، خلال الفترة اللي فاتت، إن يا جماعة انزلوا العبوا واتبسطوا وعيشوا حياتكم. وده اللي أنا كنت قُلته في فيديو قبل كده، إن كارلو أنشيلوتي بيقول للعيبة انزل اتبسط، اعمل اللي أنت عايزه، صباح الفل، ما حدش هيتكلم معاك. ما فيش حاجة من كده تخلّيك تكسب بطولة أو تكسب على طول ماتشاتك، ممكن تكسب مرّة 2 بس مش هتفضل مستمر كده على طول. فإذا كانت الأمور بتُدار كده في ريال مدريد، فأنت من الطبيعي إنك تخسر، لإن فريق تاني
محضّر، بيلعب بtactics، بيلعب بخطط، قافل مفاتيح اللعب بتاعتك، وأنت الناحية التانية بتتكلم إن أنا هاقفل الملعب وهاقفل السقف وهاعمل طاولة وهاجيب كوبايتين شاي وهانزل عصير، وهاقول للي مش عارف ده هنا يعمل إيه، وكارفاخال ينزل من المدرج فوق علشان يرخّم على ساكا علشان يخرّجه برّه تركيزه، شغل أهبل كده. أنا أصلًا الواد كارفاخال ده ما باحبوش وباحس إن هو عيل أهبل عبيط. فأنت أمّا تيجي تبُص على كل الكلام ده كلّه، إيه يا معلم داس على وش مين سيبك من الكلام الأهبل والعبط اللي أنتم بتقولوه ده بقى. ريال مدريد وِحِش. ريال مدريد أصلًا ما كانش يستحق إن هو يتأهّل للدور اللي هو وصل له، الدور ربع النهائي على حساب أتلتيكو مدريد. ولو هتشكروا حد يبقى تشكروا مارشينياك الحكم البولندي اللي ضبّطها معاكم، فمش هنلِف وندور على بعض. ريال مدريد ده من أكتر النوادي اللي بيفسد الكورة في العالم. ريال مدريد هو الفريق اللي بيروح يفاوض لعيبة عقودها لسه فاضل لها سنة مع أنديتها، يقول له يا ابني ما تجددش وتعالَ عندي بfree وأنا هاضبّطك. عملها زمان مع فيجو، عملها مع أرنولد، عملها مع مبابي ولاعيبة كتير جدًا، جدًا، جدًا. عملها مع مايكل أوين، عملها مع ماكمانامان، عملها مع جابي ألونزو. كل اللعيبة اللي بتبقى متوهجة وفي أنديتها ما بيروحش للنادي، بيروح للعيبة direct والagents بتاعهم، يقول له باقول لك إيه، فُكّك، تعالَ ببلاش، أو حاول إن أنت فاهم تماين وما ت ما ت تمضيش مع النادي بتاعك، وأنا هاخدك بسعر قليل خلاص آخر عقدك بيخلص. ما حدش يكلمني عن قِيَم ومبادئ وريال مدريد والجامد وبتاع، فككم من الهلس ده. ريال مدريد هو أسوأ منظومة رياضية على وجه الكرة الأرضية. من ناحية كل شيء غلط بيعمله علشان خاطر يكسب، أيًا كان هو إيه. ولو عايزين نبقى نعمل لكم فيديوهات نتكلم فيها على ريال مدريد ومشاكله والفضايح الكبيرة، ما فيش مشكلة. أنا لا باشجع برشلونة ولا باشجع أي حد غير ليفربول، عشان ما حدش بس يطلع يطبل ويقول لك أصل بيشجع ده بيقول عشان برشلونة وبتاع. أنا ولا باشجع برشلونة ولا باشجع ريال مدريد، والدوري الأسباني بالنسبة لي ده على الله يعني. أنا ما باشجعش غير ليفربول بس. فلكن باقول الحق فعلًا، وده اللي الناس بتشوفه. ريال مدريد كان بيكسب ماتشات ما يستحقش إن هو يكسبها، كان بيكسب بطولات ما يستحقش إن هو يكسبها. أبسط مثال النهائي ما بينه وما بين ليفربول اللي كان فيه كورتوا بيلعب هو واخواته واقف في المرمى، وهي كورة واحدة ريال مدريد حطها دخل الجول. بتيجي تبُص على الإحصائيات، ليفربول في الماتش ده شاط 32 كورة على المرمى، منهم 11 جوّه بين العارضة يعني جوّه المرمى، مطلّعهم كورتوا، وهُم شايطين كورة واحدة دخل الجول. استحواذ رهيب. ريال مدريد كان الشوط الأول والتاني نسبة الاستحواذ لليفربول في الوقت ده وصلت 81%. فما حدش ييجي يكلمني بس أصل ريال مدريد مش عارف إيه. لا، في وقت كتير كانت بتبقى ماشية معاكم وكان في توفيق لريال مدريد، بس ما ينفعش تعتمد على كده كتير. يمكن الساحر المرّة دي ما كانش ماشية معاه شوية، أو البخور كان مضروب، الله أعلم يعني. وشوفوا بقى القصة دي. فيعني يا جماهير ريال مدريد اعقل كده وركّز. ولو عايز تتكلم كورة، الناس أنا باكلم الجماهير اللي بتفهم، لكن بقى اللي بيطلع يهبّل وبتاع لأ سيبك منه ده ما يلزمناش. ده بالنسبة للجزء بتاع ريال مدريد. الجزء التالت أرتيتا، إن هو لازم ياخد الcredit على اللي هو مدرب محترم، عنده فكر كروي. وعجبني جدًا إن هو بعد الماتش اتكلم وادّى الcredit للراجل اللي ساعده. يعني أول ما بيسألوه بيقول لهم أنا لو هادين بالفضل لحد يبقى لازم جوارديولا، لإن جوارديولا لولا أنا ما كنتش هابقى موجود في المكان ده من ساعة ما كنت أنا مساعد ليه في نادي مانشستر سيتي. والنهارده الصبح اللي هو يوم الماتش أنا كلمته وخدت رأيه في حاجات، واتكلم معاه في tactics ونصحه وقال له، لإن جوارديولا هو أحد أكبر المدربين على مستوى العالم اللي قدر يكسب ريال مدريد. واجه ريال مدريد كتير وتغلب عليهم، سواء لمّا كان في برشلونة والّا لمّا كان في بايرن ميونخ أو لمّا كان في السيتي. فإذًا عنده خبرة إزاي يقدر يلاعب أنشيلوتي، إزاي يقدر يلعب مع ريال مدريد، إزاي يقدر يقفل مفاتيحهم. وبالتالي ادّى الكلام ده وخبراته لأرتيتا، وأرتيتا قدر يعمل الكلام ده كله، وشُفناه هيمنة كاملة سواء في ماتشه في ملعب الإمارات في لندن أو في مدريد في السانتياغو. فشابوه لأرتيتا يستحق. هو الراجل دلوقتي مركّز على الChampions League. أعتقد هو خلاص بالنسبة لحظوظه في الدوري الإنجليزي بلح، خلاص انتهى يا معلم. ما تفكّرش فيها عشان ليفربول مش هيسيبها لك، والأقرع أرني سلوت مش هيسيبها لك إن شاء الله وهنكسب الدوري. ما تفكّرش فيها. لكن هو فعلًا مركّز جامد جدًا في الChampions League، وأنا متوقع إن هو يكسب باريس سان جيرمان، رغم إن ماتش مش هيبقى سهل خالص قدّام لويس إنريكي اللي عنده فريق قوي جدًا وبيلعب بطريقة
قوية جدًا كلّها بتعتمد على الاستحواذ والضغط العالي وقفل مفاتيح اللعب وstretch الملعب، فهيبقى ماتش ممتع جدًا ما بين باريس سان جيرمان وأرسنال. فأعتقد إن أرسنال، أنا متخيل إن أرسنال هيوصل للنهائي، هو النهائي غالبًا هيبقى أرسنال وإنتر، ده في توقعاتي. طبعًا يعني كل ماتش وليه ظروفه، ولكن أنا باتوقع إن ممكن يبقى النهائي ما بين أرسنال وإنتر، وأتمنى الصراحة يبقى أرسنال وإنتر، علشان فرقتين هتتفرّج على كورة، فريق هيبقى عايز إن هو يكسب Champions League زي أرسنال لأول مرّة في تاريخه، وإنتر عايز يعيد تاني ذكريات الماضي الجميل اللي آخر بطولة كسبها كان مع مورينيو، ولمّا وصل للنهائي من 3 سنين قدّام مانشستر سيتي وللأسف ما قدرش إن هو يكسب، فعايز يعيد فكرة إن أنا لسه موجود في الساحة ولسه الدوري الإيطالي قوي وأقدر أكسب البطولة. السنة الجاية وبالنسبة لليفربول، وإيه هي الحاجات اللي أنا ممكن ليفربول يبدأ يخطط لها، والمراكز اللي هو يقدر يلعب عليها أو يقدر يستفيد من إن هو يعمل تعاقدات فيها. طبعًا بعد فكرة التنديل لمحمد صلاح وفيرجيل فان دايك، وخلاص الكلام التام على إن أرنولد مش مكمّل. وفي حاجة نقطة بجحة أوي من ريال مدريد تكملةً للكلام، طبعًا خلاص أرنولد زي ما قُلت لكم هو خلاص رايح ببلاش في ريال مدريد، وباع كل تاريخه مع ليفربول، وباع كل ال الذكريات اللي مع ليفربول، وفي غضب عام من جماهير ليفربول سواء جوّه النادي أو اللي بيشجعوا النادي أو جوّه المدينة حتى من جماهير إيفرتون، لإن هم شايفين إن دي نوع من أنواع الخيانة، إن أنا أكون أنا واحد طلّعتك من الأكاديمية وعملتك وفي الآخر بتسيبني ببلاش كمان، يعني مش أنت مشيت مثلًا بفلوس، لأ ده أنت بتسيبني ببلاش. واللي زاد على كده إن ريال مدريد بيطالب ليفربول دلوقتي إن هو يدّيهم أرنولد علشان يلحق يتمرّن معاهم عشان يلعب معاهم في كأس العالم للأندية. قمة في البجاحة وقمة في عارف أنت إيه، اللي هو إيه، يعني حرامي وبِجِح، بالضبط كده، هو ده. أنا خدت اللاعب بتاعك سرقته وما احترمتش النادي اللي هو بيلعب فيه، وبقى لي سَنة ونُص باتكلّم معاه والّا سَنة باتكلّم معاه وعمّال ألاغيه وبتاع وعمّال أخلّيه معلّق النادي، وفي الآخر لأ أنا كمان عايزه قبل ما عقده ينتهي مع ليفربول علشان خاطر إيه، آخده يلعب معايا في كأس العالم للأندية عشان يتمرّن ويبدأ يدخل في الteam. أنا أهو وأنتم أهو، ما فيش لاعب في آخر 15 سَنة خرج من ليفربول وراح نادي تاني ونجح إلا لويس سواريز بس، الباقي كُلّه فشل. توريس فشل، مايكل أوين قبليه فشل، كوتينيو فشل، كل اللعيبة، إيمري تشان فشل، فينالدوم فشل، شاكيري فشل، هندرسون فشل، فيرمينو بعد ما مشي فشل، أوريجي فشل. ميلنر ما بيلعبش، فشل. كل اللعيبة اللي مشيت من ليفربول في آخر 15 سنة أو 10 سنين غير لويس سواريز هو الوحيد اللي نجح، الباقي كله فشل أول ما مشي من ليفربول. أرنولد هيمشي على نفس الكلام، وافتكروا كلامي أهو، أرنولد هيبقى نفس النوعية بتاعة الناس دي كلها، وهيفقد مكانه في مدينة ليفربول مش بس في النادي، هو النادي خلاص كده already اتقفل، ولكن هيفقد مكانته كمان في المدينة. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة، عايزين نعلّي الكلام ده يا جماعة، عايزين نعلّي السبسكريبشن